استاذنكم بس كده لان انا لفت نظري الحاجات دي، عاوز اقول لحضراتكم يعني ايه ده. بعض المضبوطات لفت نظري بعض هذه المضبوطات. هستأذن زملائي المصورين رصد وتوضيح بعض، يعني ده يعني النظر اليسير، يعني عاوز اقول لحضراتكم ده 6 مليون قرص من اللي حضراتكم شايفينه في ايدي ده. عارفين ده ايه يا جماعه؟ ده فلوموكس اللي بيتباع للاطفال، اللي بيتباع في الصيدليات، مضاد حيوي للاطفال اللي حضراتكم شايفينه في ايدي ده، مضاد حيوي للاطفال فلوموكس 500 وابيموكس. دواء المفروض ان هو بيشفي الناس، بيموت الناس. ليه؟ علشان داخل القرص ده ماده جيريه، بودره سيراميك، مش ماده كيميائيه علاجيه. طيب هوضح بقى لحضراتكم، وهستأذن السيد المقدم محمد عليان رئيس مباحث مركز ابو النمرس اللي بصراحه مرافقنا خطوه بخطوه، يشرح لحضراتكم فنيا ازاي هذه الاقراص مميته، ازاي التشكيل العصابي اللي واقف ورايا ده تحت قياده صلاح او الدكتور صلاح اللي كانوا بيقولوا عليه الدكتور صلاح بيموت الناس وبيهدد الامن القومي المصري وبيهدد الصحه العامه المصريه. سياده المقدم محمد عليان، يا ريت يا فندم حضرتك توضح لنا، وكمان الشرايط دي كبسوله اسمها كبسوله جيلاتينيه، بتشتريها هو فاضيه، بتبقى فاضيه زي دي كده، وهو بيعبي جواها البودره دي المفروض الماده الفعاله، بس هي بودره خاصه بالسيراميك، بودره سيراميك. ودي شرايط هو معبيها وبيقفلها من خلال المكنه بالماده دي. شايفين يا جماعه؟ يعني دي اسمها ايه دي يا فندم؟ دي ماده سلفانيه بيسلفن بيها البتاع في الاخر الشريط بعد ما ده ورق مثلا، ورق فويل او ورق مكتوب عليه فيلوموكس 500. طيب زملائي المصورين بعد اذن حضراتكم توضيح